قال لما علبه كشري ب 60 جنيه هتبقى رايقه جدا لدرجه ان انا ممكن اروح مشوار مخصوص اجربها. هنشوف علبه كشري ستريت الصغيره ديت اللي ب 60 جنيه رايق ولا هنتضايق. تعالى يا ابني نشوف الكيسه فيها ايه. بسم الله. بص كيس صلصه يا راجل يا راجل. ماشي كل ده ب 60 جنيه. هي الفكره ان العلبه بس انا حاسسها صغيره، كمان الفكره ان انت تاخد علبه كشري زي كده صغيره قد الايد ب 60 جنيه بنلاقيها عند بتوع الكشري ب 25 جنيه و 30 جنيه. فالموضوع بس ان انا عايز اشوف هل ده كشري بريميوم ويستاهل فعلا اروح المشوار دوت ولا لا. انا جايب لكم 3 معالق ما تقلقوش. بص هو ده كده شكلها الصراحه حاجه محترمه جدا. بسم الله. انا عايز ادوق دي لوحدها. انا اسف على المنظر، هحط الكيس ببقي بس معلش. اقسم بالله حرفيا شفت الصلصه بتاعت البيت اللي والدتك كده بتعملها، جامد جامد. يا لهوي شم كده. ده صح راح فايق اصلا من بدري. هي وصلت له وهو بره اصلا. بس يا جدعان ب 60 جنيه يعني برضه مش لدرجه ان انا اجيب علبه كشري ب 60 جنيه. دي تكفيني لوحدي على فكره. مش عارف هل انا ممكن مثلا ادفع 60 جنيه في علبه كشري تشبعني انا بس. جامده. ام صاحبي الله يمسيها بالخير يعني ويديها الصحه والعافيه، الكشري ده قريب ليها جدا بسم الله ما شاء الله وحاجه محترمه. بس برضه 60 جنيه يعني الواحد بياكل طعمه حلو. اول ما يفتكر ال 60 جنيه تنكد اللي هو انا هجيب العلبه دي ب 60 جنيه كقيمه مقابل سعر. الواحد هيحب ان هو طعم كشري جامد جدا واكنه طعم بيت جامد جدا. كشري ستريت هيعجبك قوي قوي قوي. انا عن نفسي انا كمنصور عجباني قوي بصراحه. لو هدفع 60 جنيه واروح مشوار مخصوص واجربه واتمزج كده فدي هتعجبني جدا. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي وتقولوا رايكم في كشري ستريت. استنوني في حلقات جديده. سلام.